كيف تربح أول 100 دولار من تيك توك في 2025 بطريقة قانونية وسهلة للمبتدئين. طريق زيادة متابعين تيك توك بسرعة 2025. مرحبا أيها الإخوة والأخوات الذين يقرؤون هذا المنشور اليوم. دعونا نكون صادقين ونتحدث بطريقة بسيطة وطبيعية عن موضوع مهم للغاية: كيفية زيادة متابعتك بسرعة على تيك توك في عام 2025 وكسب المال منه. تيك توك هو أحد أبرز الأحداث في العالم، وتسجل حياة العديد من الناس به. سواء كنت مبتدئا أو شخصا مشهورا، يمكن أن يجلب لك تيك توك آلاف الدولارات من خلال مقاطع الفيديو، ويفتح العديد من أبواب الدخل. لا يزال الكثير من الناس لا يعرفون أن تيك توك سوق ضخم، مثل مدينة كبيرة بها ملايين الأشخاص. كل يوم يأتي الناس ويذهبون تويو تاون، ويضحكون ويتعلمون ويبحثون. في ضم هذه الحركة فرص فردية لأي شخص يرغب في إنشاء محتوى بالحضور. تيك توك ليس للضحك فقط، إنه أيضا أزياء. أهم شيء هو فهم أن المتابعين على تيك توك مثل وقود لسيارتك، كلما زادت ما لديك كلمات المسافة التي يمكنك قطعها سبب وصولك إلى المال. ولكن للحصول عليها بسرعة عليك معرفة متطلبات اللعبة وكيفية الحصول على المشاهدات والمتابعين. أولا، عليك اختيار تخصصك، مجال تركيزك. ركز على موضوع واحد واضح، مثل الجمال أو الطبخ أو الرياضة أو الصحة أو التكنولوجيا أو حتى الكوميديا والقصص المصورة. الخوارزمية لا تفهم جمهورك، لذا عليك الالتزام بمجال واحد واضح. سيرتك الذاتية مهمة جدا، فهي أول ما يهم الناس عند زيارة ملفك الشخصي. اجعلها مختصرة وواضحة. اشرح من أنت تسعى إلى الوصول، وأضف كلمات رئيسية ذات صلة ليتمكن من الوصول إلى تخصصك من العثور عليك. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في مجال المكياج، فاستخدم كلمات مثل خبير مكياج أو نصائح مكياج سهلة. صورة ملفك مهمة جدا أيضا، تأكد من أنها مرشحة وجذابة، ويفضل أن تكون صورة لك إذا كنت تتبنى علامة تجارية شخصية. إذا كنت تنشئ علامة تجارية عامة فالشعار مناسب، ولكن من الأفضل أن تبدو كسا. الآن ننتقل إلى مقاطع الفيديو. السر هو أن غالبا ما ينشئ الناس مقاطع فيديو دون تخطيط أو نص، وينتهي بهم الأمر بتفاعل منخفض. لكن الحقيقة هي أن الفيديو القادم جيد يبقي المشاهدين مشجعين من البداية إلى النهاية. سر تيك توك السريع في الثواني الثالثة الأولى. هذا ما يفرض عليه ما إذا كان الشخص يواصل المشاهدة أم يغادر. ابدأي باختيار التركيز، مثل سؤال أو تحدي أو استمرارية أو مفاجأة. يطلق على هذا الجذب، وهو ما يجعل الناس يشاهدون الفيديو في مكان ما. بعد ذلك أظهر القيمة. اشرح لماذا يجب على الناس المشاهدة حتى النهاية. ما هي الدافعية المتاحة لهم؟ ما الجديد أو المفيد؟ ثم دليلهم دليلا سريعا، مثل المثال قبل وبعد، أو لحظة مضحكة تضحكهم وشعرهم غير. أخيرا، اطلب منهم متابعتك أو التحقق من الرابط الخاص بك أو تجربة هذه الطريقة أو الإعجاب والتعليق. الوسوم، الهاشتاجات، مهمة أيضا. كثير من الناس يستخدمون الكثير منها كبحر من الوسوم، لكن الحقيقة هي أنه يجب استخدام 5 وسوم هاشتاجات فقط لتخصيص مجال تخصصك. على سبيل المثال: جمال، عناية طبيعية، مكياج سهل، نصائح، مكياج، تجنب استخدام علامات التصنيف مثل HRFYP أو XYZ التي لا تعني شيئا. الموسيقى والفلاتر مهمة جدا أيضا. يحب محتوى تيك توك العصري. استخدم الأغاني الرائعة على المنصة، ولكن بطريقة فريدة تناسب أسلوبك. لا نسخ الآخرين كنا، بل اجعلها خاصة بك. من أفضل طرق زيادة التفاعل مع الناس رد على التعليقات، حتى لو بكلمة قصيرة. امنح إعجابات وزرهم ملفات شخصية، وكن نشطا في تعليقات الآخرين في مجالك. يبدو هذا أكثر وضوحا وأن يجذب الأشخاص الجدد. لا تنسى البث المباشر، له تأثير قوي. يحب الناس رؤيتك كشخص حقيقي وسيتابعونك أكثر. يمكنك أيضا الحصول على الهدايا مباشرة أثناء البث المباشر، والتي يمكنك من خلالها الحصول على أموال حقيقية. سر النجاح هو الجديدة. نتنياهو مقاطع فيديو كل يوم، 4 إلى 5 مقاطع فيديو على الأقل أسبوعيا، ومعتمدة في الخوارزمية المعتمدة على اقتراحات مقاطع الفيديو الخاصة بك لصالح الأشخاص. يا جماعة، لذا تذكروا، لن تجذبكم إلى متابعون إلا إذا كان لديكم محتوى جيد وأسلوب حقيقي وطبيعي. لا تكونوا مزيفين أو آليين. يحب الناس رؤية شخص حقيقي بعيوبه، يضحك ويتفاعل ويعود.
هذا ما يجعلكم مركز تواصل جديد لعدد متابعيكم الأسرع. زيادة متابعين تيك توك والربح منه في 2025. الجزء الثاني من المقال غادي يكون مخصص بشكل أعمق لمسارات الربح المباشر داخل تيك توك، بحيث يتم تناول كل آلية على حدة مع شرح مميزاتها ومتطلباتها وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل. أول مسار هو تيك توك شوب، والذي يعد حاليا الأكثر انتشارا بين المبتدئين نظرا لسهولة التسجيل والبدء. هذه المنظومة قائمة على نموذج التسويق بالعمولة، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين اختيار منتجات من متاجر متعددة، إدراجها في المحتوى عبر روابط مدمجة، ثم تحصيل عمولة مقابل كل عملية بيع ناجحة. الجدير بالذكر أن بعض الدول توفر وصولا مباشرا وسهلا للكرييتر، بينما دول أخرى ما تزال تفرض قيودا على الانضمام. القيمة المضافة هنا تكمن في أن عملية الدفع والإتمام تتم داخل المنصة، ما يقلل من فقدان العملاء ويزيد معدل التحويل. المسار الثاني يتمثل في برنامج كريكتر ريوردز. هذا البرنامج موجه لمنشئي المحتوى الذين تمكنوا من بناء قاعدة جماهيرية معتبرة، حيث يشترط عادة توفر أكثر من 10,000 متابع وتحقيق 100,000 مشاهدة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، عادة شهر واحد. يركز البرنامج بشكل أساسي على المحتوى الطويل نسبيا، دقيقة أو أكثر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية المنصة لتعزيز المشاهدة ذات القيمة بدل الاستهلاك السريع فقط. عائدات البرنامج تختلف باختلاف المنطقة الزمنية، معدلات الإعلانات، وطبيعة الجمهور المستهدف. أما بالنسبة للهدايا الرقمية gifts، سواء عبر الفيديوهات أو البث المباشر، فهي تمثل قناة دخل مباشر من الجمهور. يقوم المتابعون بشراء عناصر افتراضية وتحويلها إلى دياموندز، ثم يمكن لصانع المحتوى سحب قيمتها نقدا. هنا العامل الحاسم ليس فقط في حجم المتابعين، وإنما في نوعية التفاعل، قوة الكاريزما أمام الكاميرا، وقدرة المنشئ على تحفيز المشاهدين للمشاركة في الوقت الحقيقي. هذه الآلية تظهر أهمية بناء علاقة شخصية مع الجمهور تتجاوز مجرد النشر التقليدي للفيديوهات. المسار الرابع هو سيريز، وهو ميزة حديثة نسبيا داخل المنصة، تسمح ببيع محتوى مهيكل على شكل حزم فيديو مدفوعة. القيمة المضافة هنا أن صانع المحتوى لم يعد يعتمد فقط على الإعلانات أو الهدايا، بل أصبح قادرا على تسويق محتوى بريميوم، دروس، شروحات، ورش عمل مصغرة مباشرة لمتابعيه. هذه الاستراتيجية تحتاج تخطيطا مسبق وبناء ثقة قوية مع الجمهور، لأن المستخدم العادي قد يتردد في دفع مقابل المحتوى ما لم يكن متأكدا من جودته. المسار الخامس يتمثل في كرياتور ماركت بليس، وهو قناة رسمية للتعاون بين صانعي المحتوى والعلامات التجارية. توفر هذه المنصة بيئة منظمة للشركات لتقديم عروض رعاية أو إعلانات موجهة مقابل محتوى مخصص يتم إنتاجه من طرف المنشئ. الميزة الجوهرية هنا هي أن العوائد غالبا تكون أكبر بكثير من المسارات الأخرى، لكن العائق الأساسي هو أن المنصة تختار بعناية الحسابات المؤهلة حسب قوة المحتوى، نسب التفاعل، والمصداقية الرقمية. من خلال هذه المسارات الخمسة يتضح أن الربح من تيك توك لا يعتمد على أسلوب واحد، وإنما على مزيج من الخيارات، كل منها له معايير ومتطلبات مختلفة. نجاح صانع المحتوى يتوقف على قدرته في الجمع بين أكثر من آلية، مثل استخدام تيك توك شوب في البداية لتوليد أولى الأرباح، ثم الانتقال إلى البث المباشر لتعزيز الولاء وبناء علاقة مباشرة مع الجمهور، وفي نفس الوقت التخطيط لإطلاق سلسلة مدفوعة أو الانضمام إلى كرييتر ماركت بليس على المدى المتوسط. الاستراتيجيات اليومية العملية. شوف معايا أول حاجة غادي نحضر عليها هي الجدولة ديال المحتوى. راهو بزاف ديال الناس كيعانيوا من مشكل الاستمرارية، كيكون عنده أفكار زوينة ولكن كيتحمس يوميا ومن بعد كيسالي وما كيبقاش كينشر، وهنا المشكل الكبير اللي كيخلي الحساب يموت بصح. الخوارزمية ديال التيك توك كتحب الناس اللي عندهم نشاط مستمر، يعني خاصك دير واحد الروتين واضح. مثلا تصور فيديوهاتك نهار واحد في السيمانة، ومن بعد تبقى تنشرهم متفرقين كل يوم ولا يوم ويوم، المهم تبقى دائما حاضر. الحاجة الثانية هي الهوية البصرية، وهذه بزاف كيهملوها، مع ان عندها دور خطير في بناء البراند ديالك. ملي كيدخل عندك شيء واحد خاصو يحسوا انك مختلف على باقي الحسابات. كيفاش تقدر دير هذا الشيء؟ بسيط، مثلا نفس الالوان، فالكتابة اللي كتحط على الفيديوهات نفس الخط، نفس الطريقة، فالتقديم وحتى اللباس والستايل.
إلى قدرت تحافظ على خط واحد. راهو كيولي عندك شخصية رقمية، الناس كيذكروك بها. تيك توك ستوديو هو السلاح السري اللي بزاف كيخليه وهي على جنب، وهو اللي كيوريك الأرقام الحقيقية ديال حسابك. شحال من واحد شاف الفيديو، شحال كملوا للآخر، شحال وقف. فالثواني الأولى ومنين جاو هاد الناس، واش من الاقتراحات ولا من البحث ولا من البروفايل ديالك. هاد المعلومات بحال البوصلة كتوريك فين خاصك تزيد وفين خاصك تبدل. مثلا إلا شفت فيديو عنده نسبة مشاهدة قوية فالثواني الأولى، ولكن الناس ما كيكملوش معاك، يعني الهوك زوين ولكن المحتوى ما كملش زوين، خاصك تصلح الوسط والآخر. والعكس صحيح، إلا الناس كيكملوا الفيديو ولكن ما كيضغطوش على البايو ولا ما كيعطيوكش لايك. يعني محتاج دعوة فعل أقوى من الاستراتيجيات اللي مهمة بزاف. هو أنك تحاول دير تنويع في المحتوى ديالك ولكن داخل نفس النيتش. يعني ماشي كل فيديو يكون بحال دير فيديو قصير فيه نصيحة سريعة، فيديو آخر يكون تجربة شخصية، فيديو آخر تشرح فيه واحد الغلطة اللي الناس كيديروها، وفيديو رابع يكون فيه قصة شخصية ديالك بهذا الشكل. الناس ما كيملوش وما كيحسوش بالملل. ما نساوش اللايف مرة أخرى، لأنه فعلا هو الطريق السريع باش تزيد متابعين وتربح فلوس فمرة واحدة. ولكن خاصك تعرف كيفاش تديرو مزيان اللايف، ماشي غير تجلس وتهضر. خاصك يكون عندك برنامج ديال اللايف قبل ما تبدأ، مثلا موضوع محدد اللي غادي تناقشوا، أسئلة اللي غادي تجاوب عليها، وحتى شيء عروض خاصة اللي غادي توريها. فاللايف هكاك المشاهد كيبقى معاك وما كيهربش. واحد، الحاجة اللي كتبان صغيرة ولكن مهمة بزاف هي التفاعل مع الترندات. التيك توك كل نهار فيه أصوات جديدة، تحديات جديدة، ومواضيع كيتكرروا. من اللي كتشوف شيء ترند غادي بقوة حاول تدخل فيه ولكن بطريقتك الخاصة. يعني ما تبقاش تقلد بحال ولكن زيد شي لمسة ديالك اللي تخلي الفيديو مختلف على الآخرين. هذه الطريقة كتخلي الفيديوهات ديالك يطلعوا بسرعة. فالاقتراحات التعاون مع ناس آخرين حتى هو سر كبير بزاف اللي كيساعدك تزيد المتابعين، خصوصا ألا كانوا ناس عندهم جمهور مشابه لجمهورك. تقدر داير معهم دويتو ولا ستيتش ولا حتى فيديو مشترك. هادشي كيخلي جمهورهم يتعرف عليك وانت حتى جمهورك يتعرف عليهم، وهكاك كاملين كيربحوا من الحوايج اللي غادي تفيدك بزاف. هو انك ما تبقاش تابع غير بالارقام ديال المتابعين. راه المشكل بزاف كيضيعوا وقتهم يحاولوا يطلعوا العدد بلا ما يفكروا. فالجودة ديال الناس اللي متابعينهم، مثلا عندك 20,000 متابع ولكن ما كيتفاعلوش معاك، ما كيساوي. ولو حسن يكون عندك 5,000 ولكن مخلصين كيشاهدوا كيشريوا منك كيبغيو المحتوى ديالك. واهم استراتيجية اللي خاص تبقى دائما حاضر بها هي الصبر. بزاف كيبغيو كل شيء يجيهم في شهر ولا شهرين، ولكن الواقع هو ان تيك توك بحال اي بيزنس خاصه وقت وجهد وتجربة الخطأ والصواب. راهو ممكن فيديو واحد يبدل حياتك، ولكن باش توصل لذاك الفيديو خاصك تجرب عشرات بل مئات الفيديوهات قبل الأخطاء القاتلة اللي كيطيحوا فيها الناس وكيخسروا المتابعين والفلوس. الناس بزاف كيدخلوا لعاه الناس بزاف كيدخلوا لعالم تيك توك ويظنوا ان الربح كيتوقف غير على المشاهدات ولا على عدد المتابعين، ولكن فالحقيقة كاين بزاف ديال الطرق والأسرار اللي كتخلي الواحد يربح حتى إلا ما كانش مشهور بزاف. وهنا غادي نحاول نوريك شنو ممكن تدير باش توسع راسك وتبدأ تشوف تيك توك كفرصة تجارية كبيرة، ماشي غير منصة ديال الترفيه. أول حاجة خاصك تعرفها هي أن المحتوى اللي كيتعلق بالترندات عنده واحد القوة كبيرة. فتيك توك حيث المنصة كتعتمد بزاف على الفوريو بيج، واللي كيبان فيه هو اللي كيجيب الترافيك الكبير. وبالتالي كل ما كنت حاضر فاش كاين شي موضوعي سخون كل ما زاد احتمال تبان للناس. ولكن ماشي أي ترند تدير خاصك تختار اللي كيمشي مع النيتش ديالك باش ما تشتتش الجمهور ديالك. كاينين الناس كيستغلوا الترندات بطريقتين. الطريقة الأولى هي يعيدوا صياغة الفكرة بطريقتهم الخاصة ويزيدوا عليها لمسة شخصية، والطريقة الثانية هي يدمجوا الترند مع المحتوى اللي كيقدموه. مثلا واحد كيدير محتوى تعليمي يقدر يركب على صوت الترند ويشرح موضوع مفيد، وهكا كيستافدي من قوة الترند وفي نفس الوقت ما يخرجش من الهوية ديالو. الاستمرارية هنا كتيجي ضرورية بزاف، لأنه إلا ما عندكش روتين واضح الناس ما كيتعلقاوش بيك، وتيك توك ما كيعطيكش دفعات كبيرة. فالالغوريتم خاصك تحط على الأقل فيديو كل نهار ولا يوم ورا يوم خصوصا في البداية حتى تفرض وجودك. واللي مزياني هو ماشي ضروري يكون الفيديو طويل بزاف، بالعكس تيك توك
كيحب الفيديوهات القصيرة اللي كتحبس المشاهد من الأول حتى الآخر. كذلك واحد النقطة اللي بزاف ديال المبتدئين كيهملوها وهي الكوميونيتي، أي الجمهور اللي كيتفاعل معك. الكومنتيرات مهمة بزاف، حيث كتخلي الحساب باين حي، وكتخلي تيك توك يحس أن الناس مهتمين بمحتواك. زايد عليها لايفات اللي كيديروا فرق كبير، خصوصا إلا قدرت تخرج منها بدخل عبر الهدايا اللي كيعطيوك المتابعين. فالبث المباشر من بعد ما كتحسوا أن الحساب بدأ يكبر شوية، تقدر تبدأ تفكر في طرق الأخرى للربح، بحال أنك تدير أفلية ماركتينج عن طريق روابط. فالبيو كتروج مثلا لمنتجات أمازون ولا شي بلاتفورم أخرى، وتاخذ عمولة على كل عملية شراء. هذه طريقتي كيديروها بزاف الناس، وكتجيب مداخيل مهمة، خصوصا إلا اللي اخترتي نيتش فيه منتجات مطلوبة. أيضا عندك طريق سبونسورشيب، يعني الشركات كتتواصل معاك باش تدير لهم إعلانات مصغرة فالفيديوهات ديالك. واللي مزيان هنا هو أنك ما تبينش الإعلان بحال إعلان، خليه يكون مدموج مع المحتوى ديالك باش ما ينقصش من التفاعل، حيث الجمهور ديما كيهرب من الإعلانات اللي باينة بزاف. واحد الفكرة اللي زوينة بزاف هي أنك تستغل الحساب ديالك باش تحرك قنوات أخرى، مثلا اليوتيوب ولا إنستغرام. يعني تبني واحد المنظومي اللي كتجر الترافيك من تيك توك لمنصات أخرى اللي فيها فرص ربح أكبر، وهكا كتكونوا ماشي مربوط غير بتطبيق واحد. كذلك مهم تعرف أنه الألغوريتم ديال تيك توك كيبدل بزاف، يعني شي طريقة خدامة اليوم ممكن غدا تنقص قوتها، ولهذا خاصك تكون ديما مرن ومتبع التحديثات وتشوف شنو كيمشي مزيان في المجال ديالك، وتبقى تجرب حتى تلقى الخلطة اللي نافعك. المنافسة ما خاصهاش تخوفك، بالعكس المنافسة كتوريك أن المجال مربح والناس مهتمين به، ولكن اللي غادي يخليك تبان وسط هذا الزحام هو الشخصية ديالك والطريقة اللي كتقدم بها المحتوى. الناس كيحبوا يشوفوا شيء حد مختلف عنده ستيل خاص، وهذا هو اللي غادي يخليهم يرجعوا ليك مرة على مرة. وأخيرا خاصك تعرف أن الربح من تيك توك بحال أي مشروع آخر خاصه صبر وتخطيط وماشي غير نحط فيديو ونستنى الفلوس. تنزل الصبر هو اللي كيجعل القنوات تكبر، واللي كيبغي النتائج السريعة غالبا كيطيح مع أول عثرة تيك توك شوب. وكيفاش الواحد يقدر يدير التجارة الإلكترونية مباشرة من المنصة؟ تيك توك شوب راهو من أقوى الحوايج اللي خرجوا في السنين الأخيرة، حيث خلى بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش راس المال الكبير ولا المتاجر الإلكترونية المعقدة يقدروا يدخلوا عالم التجارة الإلكترونية مباشرة من داخل تيك توك بلا صداع كبير ولا راس المال كي تطلب غير شوية التركيز والخدمة الصحيحة. الفكرة ديالو بسيطة بزاف، أي واحد يقدر يبيع منتجات مباشرة داخل التطبيق المستخدم، كيكون كيتفرج في الفيديو ولا في البث المباشر، وكيبان ليه زر الشراء، يعني بلا ما يخرج من تيك توك كيقدر يكمل العملية الشرائية. وهنا كتيجي القوة، حيث الناس كيتشجعوا يشريوا بلا تعقيدات. اللي كيعجبوا في تيك توك شوب هو أنه ما كيتطلبش ضروري يكون عندك منتجات شخصية، تقدر تكون غير أفلييت، يعني كتاخد منتجات من الناس اللي عندهم مخازن وتروج ليها مقابل عمولة. وهذه فرصة ذهبية خصوصا للمبتدئين اللي باغين يبداوا بلا ما يغامروا فلوسهم فالمخزون. ولكن قبل ما تدخل لهذا العالم خاصك تعرف ان النجاح فيه ماشي صدفة، خاصك تختار النيتش الصح والمنتجات اللي الناس كيبغيوا يشريوها بزاف واللي عندها قوة. فالفيديوهات بحال منتجات الجمال، الكوزماتيك، أدوات المطبخ، الأدوات الذكية، وحتى الملابس الصغيرة اللي كتحرك المشاعر ديال الشراء السريع. واحد السر اللي بزاف ما كيعرفوش هو ان تيك توك شوب ماشي غير سوق للمنتجات، ولكن حتى طريقة باش تيك توك يقوي الحسابات اللي كيتعاملوا معه. يعني إلا عندك فيديوهات كتروج لمنتجات وكيجيبوا مبيعات، تيك توك غادي يبينك للناس أكثر، حيث كيستافد حتى هو من الكوميسيون. هذه حاجة خفية بزاف كيستغلوها اللي فاهمين اللعبة. بالنسبة لطريقة الخدمة عندك اختيارين، يا إما تفتح ستور ديالك وتجيب منتجات وتحطها في المنصة وتبدأ تروج ليها، يا إما تخدم كأفلييت مع ستورات موجودة وتاخد عمولات على كل مبيعة. واللي مزيان أنك في البداية تمشي مع الخيار الثاني، حيث ما كي تطلبش منك فلوس كبيرة. البث المباشر هنا عنده دور خطير، حيث الناس اللي كيقدموا لايفات كيعرضوا فيهم المنتجات ديالهم كيحققوا مبيعات مجنونة. حيث البث المباشر كيعطي إحساسي ديال الثقة بين البائع والمشتري، كيخلي الناس يشوفوا المنتج لايف ويتأكدوا أنه مزيان. حتى الكارييتورز اللي ما عندهمش منتجات خاصة
كيقدروا يربحوا من تيك توك شوب كأفلييت، يعني كيديروا فيديوهات عادية يشرحوا فيها المنتج، يوريوه، يستعملوه بطريقة عفوية، ويخليوا لينك في البيو ولا في الفيتشر ديال تيك توك شوب، وكل عملية شراء كتدخلوا ليهم فلوس واحد. النقطة اللي مهمة بزاف هي أنك خاصك تكون ديما كتشوف التحليلات ديالك، شنو الفيديوهات اللي جابت مبيعات أكثر، شنو المنتجات اللي الناس كيكليكوا عليها بزاف، شنو الأوقات اللي كيتفاعلوا فيها المستهلكين. هذا شيء كله غادي يخليك تعرف كيفاش تطور الاستراتيجي ديالك، وملي تبدأ تجيك مبيعات مزيانة تقدر تفكر توسع الخدمة ديالك، يعني تدير براند خاص بيك وتنشئ منتجات باسمك، وهنا كتولي عندك قوة أكبر حيث الناس غادي يربطوك مباشرة بالمنتج وما تبقاش غير وسيط. الموضوع ماشي صعيب، غير خاصك تبدأ صغير وتجرب وتتعلم بالخطوات وتخلي الصبر معاك. راهو بزاف ديال الناس بداوا من تيك توك شوب كأفولييت، واليوم عندهم شركات إلكترونية كبيرة وكيبيعوا الآلاف ديال المنتجات شهريا. طرق الربح من البث المباشر والهدايا الافتراضية، وكيفاش ممكن تتحول لمصدر دخل ثابت. البث المباشر في تيك توك ويل اليوم بحال واحد السوق الكبير المفتوح، أي واحد عنده محتوى يقدر يدير إليف ويبان قدام آلاف الناس فمرة واحدة. والجميل فالمر إن المشاهدين عندهم القدرة يعطيوك هدايا افتراضية كتتحول لفلوس حقيقية كتسمى دايموندز، ومن بعد كتقدر تسحبها ككاش. الناس بزاف كيسولوا كيفاش نجح فالبث المباشر ونخلي الناس يعطيوا هدايا. الجواب ماشي سهل، ولكن كاين بعض النقاط اللي كتشكل الفرق. أول حاجة خاص البث ديالك يكون منظم، يعني ماشي تدخل غير هكايا بالهدف، بالعكس خاصك تعرف شنو الموضوع اللي غادي تهضر فيه، وش غادي تكون دردشة مع المتابعين والاستعراض منتج والحتى ألعاب وأسئلة تفاعلية. الحاجة الثانية اللي كتعطي قيمة كبيرة هي التفاعل مع الناس، حيث المشاهد كيحس أنه مسموع وأنك كتجاوب على التعليقات ديالو مباشرة، وهنا يتاكيو اللي عنده واحد الرابط معاك وكيشجع أنه يرسل هدية غير باش يبان عندك فالبث ويخلي اسمه يبان. واحد السر اللي كيستعملوه الكبار هو الجوائز الصغيرة داخل البث. مثال كتقول للناس أي واحد يرسل هدية غادي نجاوب على سؤال خاص ديالو والغادي نعمل ليه فولو والحتى نذكر اسمه بصوت عالي. هذا الأسلوب بسيط ولكن كيخلي الناس يتفاعلوا بزاف. البث المباشر ماشي ضروري يكون طويل بزاف، ولكن خاصه يكون منتظم. يعني مثال كتحاول تدير جوش مرات فالسيمانة والأكثر على حساب وقتك والموضوع اللي كتقدم، وكل ما كان عندك برنامج واضح كيولي الناس كتسناوك باش تدخل إليف. من الأمور اللي كتزيد فرص الربح هي أنك تختار وقت البث مزيان. خاصك تعرف شنو هي الوقت اللي متابعينك كيدخلوا فيها بزاف تقدر تشوفها فالتحليلات ديال تيك توك وتخلي الأليف ديالك فالوقت اللي فيه النشاط كبير حتى لو ما عندكش متابعين بزاف. في البداية الإليف كيعاونك تكبر، حيث تيك توك كيبان فيديوهات البث للناس اللي ما متابعينكش، وهنا عندك فرصة تجيب جمهور جديد وتخليهم يتعرفوا عليك مباشرة، وهذه قوة خطيرة حيث المشاهد كيولي متابع وفي نفس الوقت ممكن يرسل هدية. ما تنساش أن هدايا ماشي هي المصدر الوحيد، فالأليف تقدر تستغل الإليف باش تروج لمنتجات في تيك توك شوب أو حتى باش تعلن على خدماتك. يعني الربح كيجي من بزاف ديال الاتجاهات ماشي غير من الهدايا. واحد الحاجة اللي كيطيحوا فيها الناس بزاف هي إنهم كيديروا أليف مرة واحدة وما كيبانش نجاح وكيوقفوا على طول، ولكن الحقيقة هي أن الإليف خاصه صبر واستمرارية. أول مرة ممكن ما يجيك حد ثاني، مرة ممكن يبان شوية، ولكن مع الوقت كتولي عندك قاعدة جماهيرية كتستناك. الأسلوب اللي كتتكلم به خاصه يكون طبيعي بحال جالس مع أصحابك فالدار كتضحك معاهم وكتشاركهم الحكايات ديالك. هذيك العفوية هي اللي كتعجب الناس وتخليهم يرسلوا هدايا حيث كيحسوا إنك واحد منهم ماشي بعيد عليهم. الأليف حتى هو محتاج إعداد تقني بسيط، يعني خاصة إضاءة تكون مزيانة، الصوت واضح، الكاميرا نقية. هادشي كامل كيخلي المشاهد يستمتع ويبقى أكثر. فالأليف حيث كان التصوير رديء الناس كيخرجوا بسرعة برنامج كرييتر ريوردز. وكيفاش كيدخل فلوس للمبدعين اللي كيوصلوا للشروط. برنامج كرييتر ريوردز فتيك توك هو واحد من الطرق اللي تيك توك كيعطي بها مكافآت مالية مباشرة للناس اللي كيخلقوا محتوى قيم وكيحفزوا المشاهدين باش يبقاو يتفرجوا على الفيديوهات كاملة وكيستافدوا حتى هم من الجودة ديال المحتوى. البرنامج ماشي متاح لكل شيء على طول،
كيحتاج أنك توصل لشروط معينة بحال عدد المتابعين والمشاهدات خلال فترة زمنية محددة، وعادة كيكونوا 10,000 متابع وأكثر من 100,000 مشاهدة. فآخر 30 يوم وحسابك يكون ديالو عمره 18 فما فوق. باش تقدر تدخل الفائدة الكبيرة ديال هذا البرنامج هي أنه كيعطيك دخل مستمر على الفيديوهات الطويلة نسبيا، حيث كلما الناس كملوا الفيديوهات ديالك حتى النهاية كلما زاد العائد المالي ديالك، وأكثر ما كان المحتوى قيمي وممتع كلما التيك توك كيزيد يدفع لك باش تستفد. مزيان من كريتور ريوردز خاصك تهتم بجودة الفيديوهات ديالك وما تكتفيش فقط باش يكون طويل، ولكن خاص يكون فيه قيمة واضحة ومفيدة للناس، مثلا نصائح عملية، تجارب شخصية، شرح منتج، أفكار جديدة، أو حتى فيديوهات تعليمية قصيرة اللي الناس كيستافدوا منها. واحد، السر اللي قليل اللي كيعرفوه هو إنه تيك توك كيشوف نسبة التفاعل مع الفيديوهات، يعني لايكات، كومنتيرات، مشاركة الفيديو، وش الناس كيبغاو حتى الآخر، وكل هذا الشيء كيأثر على المبلغ اللي كيتخلص ليك فالبرنامج. فكل فيديو تقدر تشوف الأداء دياله، فتيك توك ستوديو وتعدل على الفيديوهات الجاية باش تحسن الأداء. أيضا خاصك تحافظ على الانتظام في النشر الفيديوهات الجديدة، حيث البرنامج كيشجع الحسابات اللي كيبقاو ناشطين، لأنه هذا الشيء كيخلي الخوارزمية تشوفك مبدع ومستمر، ومتابعينك كيستافدوا منك بانتظام. وهكذا تيك توك كيزيد يعطيك فرص أكثر للظهور وارتفاع المكافآت. طريقة أخرى لزيادة الدخل عبر كرييتر ريوردز هي أنك تدمج الفيديوهات الطويلة مع فيديوهات قصيرة وممتعة اللي كتحرك تفاعل على الحساب كامل، وهذا كيعطي دفعة كبير لليومية العوائد ديالك وكيخلي الحساب ديالك أقوى. فالاقتراحات واحد، النقطة المهمة بزاف هي إنه ماشي كل الفيديوهات غادي تربح نفس المبلغ، خاصك تركز على الفيديوهات اللي كتجيب أكبر تفاعل وتستثمر فيها أكثر وقت وإبداع باش تزيد الأرباح ديالك تدريجيا بدل الاعتماد على فيديو واحد فقط. وما نساوش كذلك أهمية الهدايا على الفيديوهات أو اللايفات كتكمل مع كرييتر ريوردز، حيث ممكن تجمع بين الاثنين وتخلي دخله متنوع ومستمر. يعني حتى إلا واحد المسار ما جابش بزاف تقدر المسار الآخر يعوض. الاستراتيجية العامة هي أنك تجمع بين جودة المحتوى، الانتظام، التحليل اليومي للأداء، والتفاعل مع الجمهور، وهذا شيء كامل كي يخلي الحساب ديالك يحقق أرباح من كرييتر ريوردز ويولي عندك مصدر دخل ثابت ومستمر من تيك توك سيريز والفيديوهات المدفوعة. وكيفاش تصنع محتوى بريميوم مربح داخل تيك توك. تيك توك منين خرج خاصية السيريز بزاف ما عطاوهاش قيمة، ولكن في الحقيقة راهو من أقوى الطرق اللي ممكن الواحد يربح منها فلوس بشكل مباشر بلا ما يكون تابع للإعلانات ولا الهدايا ولا حتى المنتجات الخارجية، حيث سيريز كيعطيك الإمكانية تجمع حتى 80 فيديو وتخليهم وراء أجدار دفع، يعني اللي بغى يتفرج خاصه يشري الباكج. المحتوى اللي كينجح فالسيريز غالبا كيكون تعليمي ولا منظم بحال دروس قصيرة، كورسات مصغرة، أو حتى محتوى تدريبي في مجالات معينة بحال تعلم اللغات، تسويق إلكتروني، طبخ احترافي، ميك اب، فوتوشوب، وحتى حاجات تقنية اللي الناس كيحتاجوا يتعلموها بسرعة. القوة ديال سيريز هو إنه كيخلي عندك مصدر دخل متجدد، لأن أي واحد يدخل يشري المحتوى ديالك غادي يخلص الثمن اللي حددتيه واللي عادة كيكون رمزي، ولكن إلا كان المحتوى فعلا قوي ومفيد ممكن يجيب مبيعات كبيرة بزاف، خصوصا إذا سوقت ليه مزيان. واحد السر هنا هو أنك ما خاصكش تخلي سيريز فارغ ولا عشوائي، بالعكس خاصك تدير خطة وتبني السلسلة ديالك بطريقة تدريجية. مثلا إلا بغيتي تدير كورس ديال التيك توك نفسه تقدر تبدأ بحلقات تعلم الأساسيات، ومن بعد تمشي للاستراتيجيات، ومن بعده للأفكار المتقدمة، وهكذا كيولي المتابع باغي يكمل السلسلة كاملة وما يوقفش. فالوسط حتى الثمن اللي كتحدد كيأثر بزاف، حيث إلا كان غالي بزاف ممكن الناس ما يشريوش، ولكن إلا كان متوسط ومعقول كيتشجعوا يجربوه، خصوصا إذا أعطيتهم عينات مجانية من نفس النوع ديال الفيديوهات. فالصفحة العامة ديالك اللي توريهم الجودة ديالك المهم بزاف هو الترويج للسلسلة، ماشي غير تديرها وتخليها. خاصك تدير فيديوهات قصيرة كتلمح فيها للسلسلة وتخلي CTA واضح اللي يقول للناس شوفوا السلسلة الخاصة ديالي موجودة على البروفايل، وهذه من أقوى الطرق باش تجيب المشترين. واحد التكتيك اللي كيعجبني بزاف هو أنك تعطي للناس محتوى مجاني فيه قيمة،
ولكن تخلي دائما وحدة النقطة المفقودة واللي كتكملها داخل سيريز. مثلا تعطيهم 3 طرق باش يزيدوا المتابعين بسرعة، ولكن تقول ليهم الطريقة الرابعة والأقوى موجودة، فالسلسلة المدفوعة. وبهذا الشكل الناس كيوليو فضوليين ويشريوا باش يعرفوا الباقي تيك توك من ناحيته. كيعطي دفعة للفيديوهات اللي فيها إشارة للسيريز، حيث كيستافد حتى هو من المبيعات. يعني هنا عندك فرصة أن توصل إلى جمهور أوسع، غير لأنك تستعمل هذا الميزة. مزيان حتى أنك تستعمل سيريز كإضافة مع باقي طرق الربح. مثلا في نفس الوقت كتروج لمنتجات كأفلييتي كتجمع الهدايا، فاللايفات، وكتخلي السلسلة ديالك كدخل ثابت ومستمر، وهكذا كتضمن تنويع الدخل وما تبقاش تابع لمسار واحد. الحاجة اللي خاصك تعرف هي إن سيريز كيخليك تبان بحال خبير فالنيتش ديالك، حيث مجرد ما الناس يشوفوا عندك محتوى مدفوع كيعطيوك قيمة أكبر وكيعتبروك مصدر موثوق. وهادشي كيعطيك حتى فرص باش الشركات ولا علامات التجارية تجيك تعرض عليك شراكات كرييتر ماركت بليس والصفقات مع العلامات التجارية. وكيفاش ممكن يفتح ليك باب الفلوس السريعة؟ كرييتر ماركت بليس هو البوابة الرسمية ديال تيك توك اللي كتخلي المبدعين يتعاملوا مباشرة مع العلامات التجارية والشركات باش يديروا محتوى مدفوع أو حملات تسويقية وحتى فيديوهات دعائية مقابل أجر محدد. هادشي كيخلي واحد المسار قوي للربح، خصوصا للناس اللي بداو كيبنيو جمهور. وفي أول حاجة خاصك تعرفها هي أن الانضمام للماركت بليس كيطلب منك تكون عندك قاعدة متابعين ومحتوى واضح وموثوق، بحيث الشركات كيبغيو يشوفوا المبدعين اللي عندهم تفاعل جيد وجمهور متفاعل باش يكون الاستثمار ديالهم ناجح. واحد السر اللي بزاف الناس ما كيعرفوه هو إنك ممكن تبدأ تحضر ميديا كيت ديالك قبل ما تنضم. هذا الميديا كيت كيكون فيه معلومات على الحساب ديالك، الجمهور ديالك، نوع المحتوى اللي كتدير، أمثلة على الفيديوهات اللي درتها واللي عندها أداء مزيان، وحتى النيتش اللي كتخدم فيه. هادشي كامل كيخلي الشركات يثقوا فيك بسرعة. كيفاش تخدموا مع العلامات التجارية؟ العملية بسيطة ولكن خاصها تخطيط. الشركات كتعطي عروض داخل الماركت بليس وانت كتقدر تختار اللي مناسب ليك، أو حتى الشركات كتجيك مباشرة تعرض عليك صفقات. المهم أنك تكون صادق فالعروض وما تخلطش بين المحتوى العفوي والإعلان باش الجمهور يحس بالصدق ديالك. حتى التكتيكات اللي كيستعملوها الكبار هي أنهم يدمجوا الإعلان بشكل طبيعي داخل المحتوى. مثلا يعطيوا تجربة شخصية على المنتج أو يستعملوه بطريقة ممتعة بلا ما يحسوا الناس أنه مجرد إعلان. هذه الطريقة كتخلي التفاعل يبقى عالي والنتيجة هي دخل أكبر. واحد الحاجة المهمة هي أنك ما تنساش تفاوض على الأجر ديالك، خصوصا إلا كان عندك محتوى ناجح وجمهور متفاعل. الشركات كتحترم المبدعين اللي عارفين القيمة ديالهم وكيقدروا يفرضوا شروط عادلة بالنسبة للمدة، نوع الفيديو، وعدد المشاهدات المتوقع. التعاون مع العلامات التجارية ماشي فقط للفلوس السريعة، ولكن حتى كيعطيك دفعة قوية. فالظهور حيث تيك توك كيشجع الفيديوهات اللي فيها محتوى مدفوع قانوني وعندها مصداقية، وهادشي كيخلي المحتوى ديالك يوصل لجمهور أكبر، وبالتالي فرص الربح كتزاد. واحد السر آخر اللي كيستعملوه الكبار هو أنهم ما يعتمدوش غير على صفقة واحدة، ولكن كيبنيوا علاقات مستمرة مع العلامات التجارية. يعني ممكن يديروا معاهم حملات متعددة فمدة طويلة، وهذه كتخلي الدخل مستمر وماشي عرض واحد مؤقت مزيان. حتى أنك تجمع هذه الطريقة مع باقي مسارات الربح، مثلا تيك توك شوب، كرييتر ريوردز، الهدايا في اللايف والفيديوهات المدفوعة. هذا التنويع كيخلي الحساب ديالك قوي وماشي تابع لمسار واحد، وكل مصدر كيساند الآخر. وأخيرا أهم نصيحة هي الالتزام بالشفافية مع الجمهور. أي إعلان خاص يكون واضح باش الجمهور يحس بالصدق وما يتأثرش التفاعل ديالك. إلا كنت شفاف فكل شيء الجمهور كيحترمك وكيبقى متابعك. وفي وهنا كتولي الأرباح مستمرة وطويلة الأمد. الاستراتيجية اليومية والخطوات العملية للوصول لأول $100 على تيك توك. خاصك تخدم بطريقة منظمة وتجمع بين مسارات اللي شرحناها بحال تيك توك شوب، اللايف، والهدايا، كرياتر، ريوردز، سيريز، وحتى التعاون مع العلامات التجارية. ولكن الفكرة هي أنك تنظم الوقت ديالك وتخلي خطة واضحة لكل يوم. اليوم الأول تجهيز الحساب والنيتش. خاصك تختار نيتش مربح وسهل العرض، مثلا أدوات منزلية ذكية، منتجات الجمال، مطبخ، إكسسوارات موبايل، أي حاجة.
الناس كيبغيو يشوفوها ويشريوها بسرعة. جهز البيو ديالك بصورة واضحة وكلمات مفتاحية مناسبة للنيتش. إلا كنت فالبلد اللي كيتيح تيك توك شوب، فعلوا برنامج الأفلييت واختر 3 حتى 5 منتجات بعمولة مناسبة. اليوم الثاني، إنتاج الفيديوهات، صنع 5 مقاطع قصيرة وفيديو واحد طويل على الأقل دقيقة واحدة. استعملوا صيغة ثابتة، هوك قوي. فالثواني الأولى عرض الفائدة، إثبات سريع، دعوة للفعل. أضف رابط المنتج أو شوكيس. فكل فيديو ترويجي. اليوم الثالث، النشر والبث المباشر. انشر 3 فيديوهات على فترات مختلفة. دير لايف يعرض المنتج. فتح العلبة، استخدام حقيقي، أسئلة المتابعين، كوبونات، وفعل الهدايا لزيادة الدخل الجانبي. اليوم الرابع، تحسين الأداء. راقب الفيديوهات وشوف أفضل هوك ونسبة المشاهدة والمعدل ديال الإكمال. جرب 3 تنويعات للفيديوهات الناجحة. ركز على فيديو طويل لدعم أهليتك لبرنامج كرييتر ريوردز. اليوم الخامس، التوسع. أعد استخدام أفضل مقطع، قصات مختلفة، نصوص على الشاشة، تجربة من زاوية أخرى. افتح سيريز مبدئية بأسعار رمزية لجذب أول المشترين. دير خطة لتوسيع المحتوى وبناء جمهور مستمر. حسبة بسيطة $100. مسار الأفلييت. إلا كانت العمولة $3 لكل بيع وتحويل، فقط 2% من المشاهدات للمشترين. تحتاج حوالي 1700 مشاهدة على فيديو فيه رابط بأش توصل لحوالي $102. مسار الهدايا. بث واحد ناجح ممكن يجمع 15 إلى $30. كرر 3 إلى 4 بثوث في الأسبوع لتكمل $100. مسار كرييتر ريوردز. فيديو طويل وممتع يجلب تفاعل مستمرا ممكن يعطيك 10 إلى $20 للفيديو حسب الأداء. أفكار فيديو جاهزة لتطبيق الخطة. جربت أرخص منتج. النتيجة، فاجأتني 3 أخطاء كتخسرك فلوس مع المجال. الحل، فدقيقة قبل وبعد استخدام منتج لمدة أسبوع. الصدق يبان بديل أرخص لمنتج مشهور، نفس نتيجة بنص سعر أقوى. 5 حيل سريعة. فالمجال الأخيرة أغلب الناس ما تعرفها. نصائح رقمية على طريقة ال5 ثواني ذهبية. أول 3 حتى 5 ثواني تحدد مصير الفيديو. 5 هاشتاقات كحد أقصى، نيتشية ووصفية، تجنب الحشو. 5 محاولات لكل فكرة قبل تبديل المنتج. 5 مقاطع على الأقل. فالسبوع للمحافظة على الزخم 5 دقائق. تحليل يومي داخل تيك توك ستوديو لتعديل لمسار. وأخيرا، الالتزام بسياسات التيك توك وإرشادات المجتمع لتفادي تقييد الحساب، والتحقق من الشروط الخاصة بكل برنامج حسب الدولة مع الصبر، الانتظام وتحسين المحتوى يوميا. غادي تولي قادر توصل لأول $100 بطريقة قانونية ومستدامة.